في 2016 احمد كان زيرو انجليزي، في الاستماع والتحدث كان زيرو بطه بلدي، كل ما يحفظ كلمه ينساها، لدرجه انه اهله فقدوا الامل فيه تماما. ابوه كان يقول له يا ابني انت مستحيل تتعلم انجليزي في حياتك، لدرجه كمان اصحابه في المدرسه كانوا يتريقوا عليه كل ما يحاول ينطق كلمه انجليزي. احمد كان ساكت وبيضحك قدامهم، لكن من جواه كان مكسور، لحد ما في يوم من الايام حصل موقف غير القصه تماما. العيله سافرت دوله اجنبيه ودخلوا مطعم كبير جدا، وجه نادر وقال لهم هاي هاو يو دوين يو ريدي تو اوردر. العيله كلها سكتت، ابوه امه واخواته محدش اتكلم ولا كلمه، صوت صرصور الحقل. وفجاه احمد اتكلم وقال له yes sir we would like 3 burgers 2 pizzas and a bottle of water. بص له نادر وقال له perfect، والعيله حرفيا حصلت لها صدمه. الولد مش مصدق نفسه، بص له وقال ده ابني احمد. بعدها ب5 دقايق اتصل بيا وقال لي يا مستر اسلام انت عملت ايه مع ابني احمد؟ ازاي وفين وامتى حصل ده؟ قلت له على الطريقه السحريه اللي انت لو عملتها هتشوف تحسن رهيب في مستواك في اقل وقت ممكن، وهي طريقه اسمها 4 في 1، وهي كالاتي. لما تتعلم اي كلمات، ولنفرض مثلا هتتعلم 5 كلمات، اول حاجه يا صديقي تدخل على موقع اسمه يوجلش وتسمعهم بنطق ناس طبيعي بالشكل ده. Quite dangerous, I think. How dangerous it is. Tomorrow is the most dangerous word in your vocabulary. Get out of the dangerous situation, right? Dangerous, 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 Dangerous. Dangerous. Dangerous, I The think. most dangerous word. Dangerous situation, right? وبعد كده يا صديقي تدخل على تشات جي بي تي وتقول له استخدم لي الكلمات دي في جمل بسيطه، وتاخد الكلمات دي وتكتبها في الدفتر بتاعك وتقراها بصوت عالي. الخطوه بعد كده يا صديقي تروح لتشات جي بي تي وتقول له استخدم لي ال5 كلمات دي في باراجراف صغير، والباراجراف ده تقراه كويس جدا وتعمل له حاجه اسمها بارافريز. يعني ايه بارافريز؟ يعني تحاول تقول محتواه بطريقتك انت، حتى لو بتعمل ميستيكس، حتى لو بتقف في النص، حتى لو قلت منه كلمتين. الفكره ان انت تحاول تعيد صياغه الفكره بكلماتك انت. والخطوه الاخيره يا صديقي انك تمسك الباراجراف ده وتكتبه في الدفتر بتاعك بعلامات الترقيم بكل حاجه بالكابيتال ليترز زي ما مديهولك تشات جي بي تي تكتبه بالظبط. وكده مبروك عليك يا صديقي، انت اشتغلت على المهارات ال4 كلهم مع بعض. اولا سمعت الكلمات فدي مهاره الاستماع، وبعدين قراتهم في جمل فدي مهاره القراءه، وبعدين عملت لهم بارافريزنج يعني اعاده صياغه واتكلمت فانت اشتغلت على السبيكنج والطلاقه، وبعدين كتبتهم فانت حسنت الرايتنج. كده يا صديقي ال4 مهارات شغالين مع بعض بنفس القوه، وهتلاقي عندك التحدث والاستماع والقراءه والكتابه في نفس الليفل. ولو كملت على كده لمده شهر تعالى بعد شهر وقول لي مستحيل الشخص ده هو انا. ودي الطريقه اللي استخدمتها مع احمد، ودي الطريقه اللي المفروض تتعلم بيها اي حاجه تتعلمها. خد ال4 مهارات مع بعض: استماع، التحدث، القراءه، الكتابه. ودي المهارات الطبيعيه اللي بيتعلمها الطفل، بيسمع، يتكلم، يقرا، وبعدين يكتب اخر حاجه، مش العكس. جرب الطريقه دي وهتدعي لي.